والتغطية مستمرة. نلاحظ نسبة إقبال السيدات أكثر من الرجال في اللجان الانتخابية، وهذا ما أكدته المرأة المصرية من خلال مشاركتها في ثورة 25 وأيضا في ثورة 30 يونيو ومشاركتها الآن في الانتخابات الرئاسية. وحول هذا يعني اليوم الجميل النهارده، مصر يوم في عيد، نحب نسأل إيه اللي نزلك النهارده وإيه أصريتي على المشاركة النهارده في العملية الانتخابية؟ لازم ننزل كلنا ونختار رئيسنا عشان البلد تبقى احسن ويبقى مصر في احسن حال يا رب، وربنا يولي الصالح يا رب. طيب شعورك ايه بعد انتخاب رئيس الجمهورية؟ فرحانه طبعا، فرحانه كل الناس اللي نازله، وربنا يا رب يخلي كل اللي نزل ويوفقنا يا رب ويوفق بلدنا. شعورك ايه بعد انتخاب النهارده رئيس الجمهورية؟ مبسوطة جدا طبعا وفرحانة، جاية مع والدتي وقرايبي وولادي، مبسوطين طبعا اكيد مصريين. من الفرح؟ لا ما نمناش من النجمة واحنا صاحيين حقيقي. طيب مطالبك ايه من رئيس مصر القادم؟ عايزة الأمان أكيد، بس مش عايزة أي حاجة، وربنا يعينه ويساعده يا رب. نزلت النهارده لوحدك ولا أفراد أسرتك كلها نزلت؟ لا، أفراد أسرتي كلها نزلت. طب تقولي ايه اللي ما نزلش النهارده؟ ينزل عشان خاطر مصر. رأيك ايه النهارده في تأمين اللجان؟ لا ما شاء الله التأمين كويس جدا بصراحة، وأمن جامد جدا، وربنا يا رب ينصرهم ويوفقهم إن شاء الله بإذن الله. مطالبك إن شاء الله مصر إن شاء الله تبقى منصورة وتحيا مصر إن شاء الله. مطالبك ايه من الرئيس القادم؟ الأمن والأمان، بس الأمن والأمان، ونعيش كويس ونبقى في سلام ويعني وربنا ياخد الإخوان. لو سمحت عاوز أعرف ايه سبب نزولك النهارده وإصرارك على المشاركة النهارده في العملية الانتخابية؟ عشان صوتي يبقى يفرق معاهم، عشان صوتي ما يضيعش يعني، واسجل حقي يعني في البلد يعني. شعورك ايه النهارده وحضرتك بتنتخبي رئيس مصر القادم؟ حاسة بفرحة إن أنا قادرة أختار الرئيس اللي أنا عاوزاه. طب نزلتي لوحدك ولا أسرتك كلها شاركت برضو في النزول؟ أسرتي، جوزي نزل لأني ولادي لسه صغيرين. طب مطالبك ايه من رئيس مصر القادم؟ عايزة الأمن، أعرف أمشي في الشارع وأنا أمن على نفسي وعلى أولادي، ويبقى في حرية وديمقراطية وأفرح ببلدي بقى. ما يبقاش في الناس تموت كل يوم، والجيش نحافظ على الجيش وعلى الشرطة، هم ده الأمان بتاعنا. والله مبسوطة جدا، وربنا يولي الأصلح، وأتمنى يعني إن نزولنا يجيب فايدة. طيب مطالبك ايه من رئيس مصر القادم في أول أيام عمل؟ والله البلد تتعدل وتبقى الدنيا كويسة، ويرجع الأمن تاني زي الأول، ونعيش عيشة كويسة. مش مشكلة الوقت قد إيه والفترة قد إيه، بس تتعدل يعني. احنا مش هنضغط عليه إن هو ياخد فترة معينة، ولا هنقول له اعمل في قد كده، بس يبتدي الشغل يعني. طب تقولي ايه للناس اللي قطعوا واللي بينادوا بالمقاطعة واللي مش عاوزين ينزلوا؟ والله هم الخسرانين، كل اللي مد صوته هو الخسران. احنا اللي كسبانين، لان احنا اللي عايزين نبني مصر ونعمل حاجه كويسه بعد كده، فاللي ما نزلش هو الخسران.